السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة كده عندنا كيكة يومية جميلة وحلوة زي ما انتوا شايفين. هنعملها بأبسط طريقة، طريقة المبتدئين، يعني الطريقة اللي تخلي بنتي تخش المطبخ نفسها تعمل كيكة فتعملها على طول. نبدأ ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تمام. عايزه اقول لكم ان الكيكه دي كانت تاني يوم، لان انا كنت عاملاها الساعه 1 بالليل. يا دوبك خرطتها، كان منها قطع صغيره واتركنت على جنب. حلو الكلام، كلام جميل. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان كل اللي خارج الصبح، مدرسه، كليه، شغل، كله عبى في سندوتشات، في سندوتشات ايه، في اكياس بتاعت السندوتشات وفي العلب بتاعت العلبه بتاعت الاكل بتاعت مروان، وكله خد من الكيكه. اقوم يا جماعه ادور على الفطار او ادور على صينيتين الكيكه اللي انا عاملاهم. كنت عامله رول كبير كده كبات، ما لقيتش غير الاتنين دولت ومحجوزين بتوع ناس ناس جايه من بره، ما كانتش كيكه بالليل فاتشالوا لهم. تمام. والطبق اللي باقي دوت اللي انا لميته كده من الصينيه ده يرضي ربنا؟ يعني عايزين تقولوا لي يعني ان هي كانت واو وطعمها حلو قوي؟ هي بجد كانت طعمها حلو. بس مشكلتي ان انا ما كانش عندي الستيك بتاع الشيش طاووق، فما خدتهاش لفه كده، فعملت مني فراغات صغنونه جدا في الصينيه المدوره. اما في الكبات بصراحه كانت تحفه وجميله، وكانت تسويتها جميله جدا جدا. يلا نسمي بالله كده ونشوف احنا هنعمل ايه. وكل المعايير بتاعتنا كلها واحده. تمام. احنا هنا هنسمي الله، وهنقول نجيب الخلاط بتاعنا ونبتدي نشوف احنا هنعمل فيه ايه. هنا عندي كده نقول الدقيق الاول. عندي هنا 6 كوبايات من الدقيق. حلو الكلام. عليهم ذرة ملح، وهنحط عليهم 2 بيكنج باودر، 5 بيضات، كوباية زيت على سمنة، كوبايتين سكر، كوباية لبن، وهنحتاج شوية تاني. وهنا عندي الفانيليا وال2 بيكنج باودر، وعندي كيس فانيليا برتقان. حلو الكلام. هناخد كل السوائل بتاعتنا ديت في الخلاط. انا بتكلم وبقول ليه؟ بتكلم علشان خاطر البنوتات اللي مستنيه ماما تعمل صينيه كيكه. طب ماما النهارده تعبانه ومش قادره تعمل صينيه كيكه وانتي عايزه تاكلي كيكه، ليه ما تخشيش تعمليها في البوتاجاز؟ الدنيا مش صعبه قوي زي ما انتي ما متخيله. هنحط كل الحاجه بتاعتنا كلها في الخلاط، كلها على بعضيها كده، وهنمسكها نضربها كويس جدا لحد ما السكر بتاعنا يدوب، لو انت مستعمله سكر خشن. وهنبتدي ان احنا ننزلها على الدقيق بتاعنا. كنت حاطه عليه ال2 بيكنج باودر وذره الملح، وكنت هنا مبدره الصينيه بتاعتي. اما الكبات كنت طبعا ايه حطيتها. عايزه اقول لكم ان وانا بصور كانت الامارات الحلوين اللي واقفين جنبي كانت بتصورني في الفتره اللي انا ضربت فيها السوائل بتاعتي، وابتديت ان انا احطها على الدقيق. بس للاسف تقريبا ما داستش على التصوير، وسايبه الكاميرا مفتوحه من غير ما تدوس تسجيل. ماشي، فما لقيتش المقطع ده. معلش سامحوني، طبعا كلكم اشطر مني وكلكم عارفين. بس بنوتاتي الحلوين، طبعا هنخلص كل الحاجة بتاعتنا على الخلاط ونبتدي ننزلها على الدقيق. لو احتجتي ولقيت ان العجينة بتاعتي سميكة شوية بنديها نص كوباية لبن. انا عملت كده. لقيتيها كويسة مش هتحط لها لبن. تمام. هنا بقى ما كانش عندي كاكاو، وهم كانوا عايزين ياكلوا الكبات ديت بالشوكولاتة. فانا كان عندي المولد ده اللي انا بحطه على التورت وبحطه على الجاتوهات. فحطيته هنا على وش الكب كيك، ودخلته الفرن، وزي ما انتوا شفتوه طلع الوش طلع فوق الكيك، وهو بقى نزل من تحت. تفتح الكيكايه من النص تلاقي نصها شوكولاته ومن فوق ابيض ومن تحت ابيض. بصراحه كانت روعه وجميله. يا رب يكون الفيديو كان خفيف كده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تشتركوا عندي في القناة، وما تنسوش كمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. وكمان ما تنسوش الكومنت الحلو والدعوة الجميلة اللي انتوا بتكتبوها لي. ومش عايزة اقول لكم انا زعلانة منكم، لا انا مش زعلانة منكم انتوا، انا زعلانة من الناس اللي خرجت من القناة. كل واحد يا جماعة عنده ظروفه، يعني ربنا وحده يعلم بظروف الناس ايه. فانا اتاخرت، انتوا ما تعرفوش ظروفي ايه، انتوا خرجتوا من القناه ما فيش اي مشكله. انت خروجك من القناه ما يعني ما اذانيش وما اذاكيش، كل ارزاق بتاعت ربنا. مش بوجودك او عدم وجودك هو اللي ربنا هيرزقني يعني. فعادي ما فيش اي مشكله. اللي خرج
ليه حق لان انا قعدت فتره طويله ما كنتش بنزل شغل، فالحمد لله على كل شيء. هنا بقى كنت عامله كوبايه شاي وكنت قاعده بفطر، وقلت لهم معلش اسمح لكم بس ادوني الاتنين كب كيك اصورهم، احس بس ان انا عملت حاجه عشان الناس ما تقولش الفيديو راح فين وكنت انتي بتصوري حاجه على ما فيش. بصراحه كانت جميله جدا وكانت تسويتها، الكبات دي حلوه قوي. ان شاء الله لما اروح المحل اللي انا بجيب منه المستلزمات هجيب منه هي صواني كرتون، بس انا بحطها في صينية تاني ألمونيوم، وبتطلع كده بصراحة تسويتها جميلة جدا، وكمان مطلعة الكيكة هشة وجميلة زي الكيكة بتاعت الهوهوس بالظبط. اختلافا عن الصينية الألمونيوم، بس بجد عجبتني التسوية بتاعتها. هنا بقى ايه، هرجع للأمانة ديت لاصحابها علشان ياكلوها لما يجوا من بره، وانا الحتتين دولت زي بعض هاخد منهم قطعتين كده جنب كوباية الشاي وهنفطر. اشوفكم على خير في فيديو جديد، سلام عليكم.